أمور كتير شاغلة بالنا وعقلنا، وبندور عليها ونسعى ليها من هنا لهنا، من علوم لفنون لسياسة ورياضة وأي مواضيع ممكن بيها نسلي وقتنا. أما صحتك ورشاقتك ولياقتك هتلاقيها بس عندنا، لأن صحتك هتبقى هي كل همنا. تابعونا كل يوم خميس الساعة 6 مساء مع سالي لطفي والمعدة منار الزنيتي على إذاعة علشان بلدنا في برنامجنا وبرنامجكم صحتك تهمنا. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم صحتك تهمنا، واللي هنتعرف في كل حلقة فيه على معلومة مهمة للصحة والعادات الصحية السليمة، وكمان بعض الأعراض اللي ممكن نحس بيها، ونعرف ما إذا كانت الأعراض دي عادية ومش مستدعية للقلق، ولا هي فعلا أعراض خطيرة محتاجة للمتابعة واستشارة الطبيب. والنهاردة يا أصدقائي في أول حلقة لينا معاكم هنتكلم عن حاجة موجودة دلوقتي في كل بيت، لكن على الرغم من انتشارها فهي ليها أخطار كبيرة جدا. بطلة حلقتنا النهاردة يا أصدقائي هي اللمبة الموفرة. دلوقتي وزي ما انتوا عارفين اننا بنستخدمها لان اضاءتها كويسة جدا وكمان بتوفر في الكهرباء، لكن دي بقى حكايتها حكاية كأنك بالظبط حاطط واحد في البيت علشان يقتلك لو زعلته في يوم. هو ده بالظبط الحال مع اللمبة الموفرة لو كسرتها، والنهاردة هنعرف حكايتها ايه. لكن قبل ما هنتكلم عنها بالتفصيل هنطلع دلوقتي مع بعض الفاصل صغير ونرجع نشوف حدوتة اللمبة الموفرة. ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج صحتك تهمنا، وحابة أفكركم إننا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع اللمبة الموفرة، وزي ما قلنا إن مفيش بيت دلوقتي في مصر إلا وبيستخدمها لأنها بتدي إضاءة كويسة وكمان بتوفر في الكهرباء لحد كده وجميل جدا. لكن يا ترى اللمبة دي مشكلتها إيه؟ المشكلة يا أصدقائي لو اللمبة دي اتكسرت في يوم، لأن اللي أثبتته الأبحاث إن عند كسر اللمبة الموفرة دي بيخرج منها أبخرة زئبق سامة جدا، والأبخرة دي لو استنشقها الإنسان ممكن يختل توازنه ويصاب بصداع نصفي مزمن. واللي أخطر من كده كمان لو استنشق الغاز ده طفل صغير أو واحد مسن أو واحد عنده حساسية، طب يا ترى ده بيعمل لهم إيه؟ دي ممكن تؤدي بيهم إلى ضيق في التنفس، ومن ممكن كمان إنها تعرض حياتهم للخطر. معقولة بقى اللمبة دي ممكن تعمل كل ده؟ للأسف طب يا ترى ده ليه؟ لأن الزئبق ده يا أصدقائي بيتم حجزه في الأنسجة الخاصة بالكبد والطحال، وبعد كده بتبتدي الأعراض تظهر واحدة واحدة، وبتبقى اسمها أعراض التسمم البسيط. والأعراض دي يا أصدقائي متمثلة في التعب وقلة النوم، حدة الطبع، ضعف الذاكرة، وكمان فقدان القدرة الجنسية. طب والعمل هنتصرف ازاي لو اللمبة دي اتكسرت؟ وده طبعا امر مش مستبعد، ووارد كمان انه يكون بيحصل كتير وفي اوقات كتير. النهاردة بقى هنعرف مع بعض ازاي نتعامل معاها في حالة كسرها. لكن قبل ما اقولكم هنتصرف ازاي هنطلع مع بعض دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل هنعرف ازاي نتعامل في الموقف ده. استنوني. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، مستمعي أحلى إذاعة علشان بلدنا، لسه مكملين معاكم ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج صحتك تهمنا. وقبل الفاصل يا أصدقائي كنا عرفنا مع بعض الخطورة من كسر اللمبة الموفرة، وعرفنا كمان إيه هي الأعراض اللي ممكن تواجهنا. أما بقى دلوقتي هنعرف مع بعض إزاي نتعامل في الموقف ده علشان ما يصيبناش أي ضرر إن شاء الله. أول حاجة يا أصدقائي إياكم والمكنسة الكهربائية. طبعا وزي ما انتوا عارفين اي حاجة لما بتتكسر عندنا سواء كانت ازاز او مش ازاز، اي حاجة لما بتتكسر زي الكوباية او اللمبة على طول كنا بنلمها بالمكنسة الكهربائية، لانها اولا اسرع، وبنبقى كمان مطمنين اننا ان شاء الله مش هيكون في ازاز صغير او اي حاجة ممكن تسبب اي ضرر لاي حد، لانه وارد ان يكون في قطعة من الازاز الصغير ده ما نكونش شايفينها، فالمكنسة دي بتكون اضمن حاجة ان احنا نلمه بيها. اما بقى اللمبه الموفره يا اصدقائي ليها تعامل خاص جدا في الحاله دي، ان احنا المفروض ما نستخدمش المكنسه الكهربائيه واحنا بنلم حطام او فتات اللمبه الموفره المكسوره. طب ليه بقى؟
لاننا كده بنسمح للغبار الزئبقي ده انه يتناثر وينتشر في ارجاء الغرفة كلها، فبدل ما تبقى المشكلة في مكان واحد تبقى في الأوضة كلها. تاني حاجة يا أصدقائي، مش أول ما تتكسر نجري بسرعة ونلمها وننضف مكانها. طب أمال هنتصرف إزاي؟ أهم حاجة تسيبها مكانها زي ما هي لمدة ربع ساعة. طب وده ليه؟ علشان الغبار الزئبقي ده يا أصدقائي هيكون استقر على الأرض تماما، وبعد كده نكنسه بفرشة عادية ونلفه في ورقة ونقفلها كويس جدا، وبعدها نتخلص منه بسرعة ونطلعه بره البيت، وبكده نكون اتخلصنا منها من غير ما يصيبنا أي ضرر إن شاء الله. وبكده يا أصدقائي نكون من خلال حلقتنا عرفنا ايه هي اللمبة الموفرة واستخدامها، واحنا ليه لجأنا لها عن استخدام اللمبات العادية. عرفنا كمان في حالة كسرها نتصرف معاها ازاي، وايه هي الأمراض والأعراض اللي ممكن تظهر على البني آدم لما لا قدر الله تحصل له أي مشكلة بسبب اللمبة الموفرة دي. بتمنى يا رب ربنا يبعد عنكم كل سوء إن شاء الله، وتكونوا كلكم بكامل الصحة والعافية بإذن الله. وبكده يا أصدقائي نكون وصلنا مع بعض لختام حلقتنا النهاردة. بتمنى يا رب ان انتم تكونوا استفدتوا من الحلقة واستمتعتوا بيها. كان معكم النهاردة سالي لطفي والمعدة منار الزميتي. استنوني الخميس الجاي ان شاء الله الساعة 6 مساء على اذاعتنا الجميلة اذاعة علشان بلدنا، وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك تهمنا. امور كتير شاغلة بالنا وعقلنا وبندور عليها ونسعى ليها من هنا لهنا، من علوم لفنون لسياسة ورياضة وأي مواضيع ممكن بيها نسلي وقتنا. أما صحتك ورشاقتك ولياقتك هتلاقيها بس عندنا، لأن صحتك هتبقى هي كل همنا. تابعونا كل يوم خميس الساعة 6 مساء مع سالي لطفي والمعدة منار الزميتي على إذاعة علشان بلدنا في برنامجنا وبرنامجكم صحتك تهمنا.